دايما جملة انك ما بتكملش احتياجك اليومي من البروتين بتكون حجة كبيرة جدا لأغلب الناس في العموم. فعلشان كده عملت الفيديو ده علشان يعرفك ازاي ممكن توصل لهدفك وانت اصلا معكش احتياجك اليومي من البروتين. علشان كده ركز معايا يا بطل واستمتع بالحلقة. اهلا بك يا صديقي الفورمة في حلقة جديدة من قناة ورك اوت ام فيت. فكرة القناة ان انا بقدم لك فيها كل يوم معلومة رياضية جديدة وبطريقة سهلة وكمان بشرح تفصيلي وبأحدث الاساليب العلمية وبأحدث الابحاث. فلو حابب تفيد نفسك وجسمك اعمل سبسكرايب. الفقر يا صديقي عمره ما كان عيب، لكن العيب ان انا افضل نايم على السرير وما بحاولش في حياتي وفاكر ان انا هوصل لحاجه. الفيديو ده عملته مخصوص علشان اعرفك انك فعلا تقدر انك تعمل كل حاجه حتى لو انت معكش فلوس تعملها. المهم انك تاخد اول خطوه وانك تبتدي في الحاجه اللي انت حاببها. يعني عندك الشباب دول مثلا معروف ان هم ما يكملوش احتياجهم اليومي من البروتين، ورغم كده بيشتغلوا على نفسهم وبيتمرنوا باقصى جهدهم، علشان كده بيوصلوا لمستويات اللياقه البدنيه والجسم اللي انت شايفه قدامك ده. حتى ما اظنش ان الناس دي بتفكر في المكملات الغذائيه او النظام الغذائي بتاعهم او حتى ازاي يجيبوا واي بروتين او حتى شده تمرينهم يبقى عامل ازاي. الفكره يا صديقي ان الناس دي ما بتديش الحجج والاعذار وبتبتدي فعلا تنزل تمرين، ومحدش فيهم بيصعب على التاني حاجه. وزي ما انت شايف يا صديقي الفورمه بمعدات بدائيه بيبتدوا يعملوا نظامهم التدريبي. محدش فيهم فكر انه يستنى ويدفع اشتراك جيم ولازم الجيم ده يبقى بالشيء الفلاني. بفكرك يا صديقي الفورمه ان انا عملت الفيديو ده مخصوص علشان اعرفك ان في ناس افقر منك وفعلا بيوصلوا للاجسام اللي هم بيحلموا بيها، وعلشان اعرفك ان فعلا انت تقدر تعمل الحاجه دي ومحدش في دول احسن منك في حاجه. انت يا صديقي احسبها مع نفسك كده بالورقه والقلم وتقدر فعلا تعمل الاجسام اللي زي دي واحسن كمان. فابتدي النهارده وخد الخطوه. ولو حاسس نفسك مش هتعرف توصل لنظامك الغذائي او تعمل نظامك التدريبي فابعت لي دلوقتي على الرقم ده على الواتساب وهعمل لك نظامك الغذائي ونظامك التدريبي كاستمايزد ليك وبالتواصل معايا ومع طقم اطباء كامل، ده علشان نحافظ على صحتك وما يحصلكش اي اصابات. السوشيال ميديا يا صديقي الفتره اللي فاتت صعبت الموضوع فعلا على الناس كتير جدا. جم شويه الشباب دول على ما اظن ان هم سهلوا الموضوع جدا وفعلا وصلوا لاجسام اي حد يحلم يوصل ليها، وكمان اي حد في سنهم يتمنى ان هو يكون بالسيمتريه بتاعه جسمهم ده، وكمان يحلم ان هو يوصل للنشفان الرهيب اللي هم فيه ده. انت تقدر يا صديقي، لكن منطقه الراحه مسيطره عليك شويه. فانا جيت دلوقتي علشان افوقك بس في الفيديو ده. خد قرارك دلوقتي يا بطل وما تستناش ان الحاجه تيجي لك لحد عنك. ولو هتبتدي في البيت عادي جدا توصل للفورمه اللي انت شايفها قدامك دي وللاجسام اللي انت شايفها قدامك دي، والناس دول فعلا ما عملوش حاجه اصعب من اللي انت هتعملها. فانت بس خد قرارك دلوقتي واعمل دلوقتي منشن لصاحبك اللي انت ممكن تعمل انت وهو الجسم ده التمرين الرهيب ده، وخدوا عهد على نفسكم ان انتوا فعلا توصلوا للاجسام دي وتعملوا اجسام رهيبه مختلفه عن السنه اللي فاتت. وزي ما انت شايف يا صديقي تمرينهم فعلا بيعتمد على ادوات بدائيه وتمرين بدائيه جدا، بس الفرق بينهم وبين معظم الناس في العالم كله انهم سهلوا الموضوع على نفسهم. ولو عايز تسهل على نفسك الطريق انك تعمل لنفسك نظامك الغذائي ونظامك التدريبي كاستمايزد ليك بالتعاون مع دكتور علاج طبيعي ودكتور تغذيه ودكتور صيدلي، ابعت لي دلوقتي مسج على الرقم ده على الواتساب. بما انك كملت الفيديو للاخر يا صديقي هعمل لك عرض 35% وشهر زياده. ابعت بس للرقم ده على الواتساب واكتب له عرض اليوتيوب. ولو الفيديو عجبك يا صديقي ما تنساش تدعمنا بسبسكرايب.